عبر تاريخ الأديان تأخذ الأبواب في عالم العمارة رمزيات تتجاوز كونها مداخل ومخارج فقط، بما في ذلك 100 باب الموجودة في صدر وجنبات المسجد النبوي الشريف، ولكل منها تاريخ يمتد عند بعضها إلى أكثر من 1200 عام. من هذه الأبواب هو باب جبريل الواقع في الجهة الشرقية، وكان يسمى باب الجبر وباب عثمان لوقوع دار عثمان بن عفان مقابله. كذلك باب النساء الذي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: هذا لو تركته للنساء. تأخذنا أبواب الحرم النبوي الشريف إلى أهم أسماء رجالات التاريخ الإسلامي، وصولا إلى العهد السعودي الذي استعان بقدرات عدة دول أوروبية للمشاركة في تصنيع الأبواب وفق أساليب تمنحها حياة أطول. بالنسبة لأبواب المسجد النبوي التي أحدثت في العهد السعودي تميزت بدقة التصميم وضخامة الحجم وكذلك فخامة الشكل من ما تحويه من الزخارف، وقد رصعت بجميل من التصميم الهندسية المعمارية في شكلها الداخلي وأيضا في تصميمها الخارج. تحمل أبواب الحرم النبوي أسماء وأخرى أرقاما، بينما تتشارك جميعها في مستوى الجودة وجمال النقش ولمسات الذهب، وأيضا كونها عناوين لالتقاء الزائرين ودروسا دينية متنوعة. يكون هناك حراسات مشددة من قبل رجال الأمن وكذلك الزملاء الأخوان في وكالة الرئاسة تخدم زوار مسجد النبوي الشريف، وعدم دخول أي مانع يكون في داخل الحرم النبوي الشريف. تعددت أسماء المدارس العمرانية العاملة في صناعة وزخرفة أبواب المسجد النبوي، بينما تستمر المدرسة المجيدية الأكثر إلهاما وتأثيرا لكل الزخارف اللاحقة بها بصفتها هندسة زخرفية مفتوحة على نمو وعصرنة دائمين. من أمام باب جبريل بالمسجد النبوي خميس الزراني، العربية.